في نفس الوقت في دول في المنطقة بتتجه نحو مزيد من الليبرالية ومزيد من التحديث البديل، وعلى موقعها لأول مرة ابنة ملك السعودية في صور رسمية بدون حجاب تشارك في استقبال وفود أجنبية وتحضر عرضا مسرحيا. الأميرة عادلة بنت عبد العزيز لفيجارو: النقاب أقرب للتقاليد والإشارب على الرأس أقرب للزي الإسلامي. عادلة تدعو لوضع حد أدنى لزواج الفتيات وتؤكد لا مانع من اختلاط الرجال والنساء في بيئة العمل في ظل تطبيق قوانين تحظر التحرش. ابعتيها بتاع الحقوق ده، عميد كلية الحقوق بني سويف. اسمه ايه؟ بني سويف. ابعتيها له. اياك لما الاقيها جايه من السعوديه يعتقنا. من المصري اليوم: وأيضا هذه الأزمات لا تفرق بيننا على الإطلاق. معارك الأزمات: إصابة 12 مواطن بالدقهلية في مشاجرات السولر، وأهالي المنيا يقطعون طريق مصر أسوان بسبب نقص البوتاجاز. تواصلت أزمة نقص السولر واسطوانات البوتاجاز في العديد من المحافظات، وبلغ سعر الاسطوانة في بعض المناطق 35 جنيه، وشهدت محطات تموين السيارات زحاما شديدا، واندلعت مشاجرات بين العاملين فيها والسائقين أسفرت عن إصابة بعض المواطنين في الدقهلية. نشب العديد أيضا من المشاجرات بالأسلحة البيضاء بين السائقين بسبب أولوية الحصول على السولر، مما تسبب في إصابة 12 مواطن، ورفعت المحطات لافتة لا يوجد سولر، وتعطلت بعض المخابز والجرارات الزراعية عن العمل. وانتقل ضباط الشرطة العسكرية إلى المحطات الرئيسية بالمنصورة لتنظيم طوابير السيارات والتصدي للمشاجرات وتسهيل حركة المرور، وقطع المئات في المنيا طريق مصر أسوان الزراعي احتجاجا على نقص اسطوانات البوتاجاز. ما نحتاج إليه التفرغ يعني لهذه المشاكل ولمساندة الحكومة أن هي تضبط السيطرة وإيقاع هذه الأسواق والمتلاعبين بهذه الأسواق والمتلاعبين بحاجة الناس المتزايدة سواء للأنابيب أو للسولار. شوفي، أنا بلاقي أن الوضع لازم يبقى فيه نوع من الجرأة أكتر من كده. يعني أنا بشوف، أنا شخصيا كمواطنة، اللي بيتلاعب النهاردة بالأسعار في ظل الظروف بتاعة البلد دي خيانة عظمى ويعدم. ليه ما يعدمش؟ ليه؟ يعني ليه واحد مثلا يخزن البوتاجاز عشان يبيعه للمواطن الغلبان ب10 أضعافه؟ ليه ما يعدمش؟ ده حرامي ولص وقاتل. واخد بالك؟ عندنا النهارده كمان عشان تعرفي في بعثة من صندوق النقد في مصر قريبا لبحث الوضع الاقتصادي. في نفس الوقت انا بربط بقى بقول على الاجرام اللي حصل ده في الجماعه دول. انت عندك النهارده منير فخري عبد النور في لقاء بغرفه التجاره الامريكيه بيقول: نجاحي في اعاده حركه السياحه مرتبط بنجاح وزير الداخليه في مهمته. ده في الوفد في صفحه كام؟ 7. فانت النهارده عندك يعني مفيش حاجه في مصر هتمشي الا لما الامن ينضبط، والامن بكل معانيه، مش بس ان انا امشي في الشارع مش هيطلعوا عليا ناس يقتلوني، لا كده. زي السياحه عايزه امن، البوتاجاز عايز امن، كلنا عايزين امن. ده الضلع الاخر، يعني في الضلع القوات المسلحه وضلع الشرطه. وانا بتمنى النهارده قبل بكره بقول يا رب اطلع من هنا الاقي الشرطه في كل مواقعها، لانه ده لازم عشان البلد تمشي مشي طبيعي. مش ممكن هتبقى يعني الاقتصاد هيقف، الشعور بالامان هيقف، يعني بس الحاجه الوحيده اللي هتحصل ان هنتحكم من دوله اسلاميه بس. هو ده المجد الوحيد اللي عملناه من الثوره، وده لا يجوز. احنا عايزين نظام، عايزين دوله، عايزين حد يقول لنا ايه منهجنا بعد كده في تطوير مناهج التعليم، ايه منهجنا في ان احنا ننطلق بصناعات صغيره ومتوسطه وكبيره. ليه لا؟ احنا مش اقل من حد. ايه منهجنا في الاكتفاء الذاتي من الزراعه والقمح والحبوب اللي هي الاساسيه عندنا مليون مشكله تركت واهملت لمده 30 سنه لدرجه انها قزمتنا، خلتنا قد عقله الصباع. فما بقالناش دور، يعني سيبنا الملف الخطير بتاع وحدتنا الوطنيه في الداخل ووحده شعبنا يتفسخ ويعفن في حتت منه، وبعدين كمان سيبنا ملف حوض النيل اللي هم الحاجتين الاساسيتين لاي نظام او اي رئيس دوله. دول اتسابوا لصالح مين؟ ما هو مش ممكن يكون كده. يعني حتى لو كان الرئيس مش دريان، افرضي مستوى ذكائه كان كده،
في منظومة كلها كانت بتحكم. ازاي بلدنا طلعت بره اللعبة وبره الملعب العربي والافريقي؟ ازاي؟ لأنه كان هناك انشغال ربما بأمور أخرى بتكشفها يوم بعد الآخر الحقيقة. تحقيقات الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع. حياتك وحياة أولادك